بتفكر تستثمر فلوسك بس عايز تودع وتسحب براحتك من غير ما تربطهم في وديعة ولا شهادة؟ يبقى انت كده مش قدامك غير حساب التوفير. دلوقتي البنوك بتتنافس تقدم أعلى فايدة بتوصل ل 19% وبحد أدنى للاستثمار 5000 جنيه بس. لكن ايه تفاصيل الحسابات دي ومين هي البنوك اللي بتقدمها وايه أعلى حساب تستثمر فيه فلوسك؟ كل دي تفاصيل هتعرفها معانا في الفيديو ده. البنوك في مصر دلوقتي بتنافس بعضها بشكل كبير على حسابات التوفير، خصوصا بعد ما البنك المركزي خفض الفايدة، فبقت الناس بتدور على أحسن عائد تقدر تكسب منه من غير ما تربط فلوسها في شهادة أو وديعة. علشان كده حساب التوفير بقى الاختيار المفضل، لأنه بيدي عائد كويس وسيولة فورية، يعني تقدر تسحب فلوسك في أي وقت. لكن يا ترى إيه أحسن عائد بتقدمه البنوك دلوقتي؟ خلينا الأول نبدأ بالحساب اللي بيقدمه البنك التجاري الدولي، بنك CIB، باسم Everyday Savers، وده معمول لشرايح كتير. شريحة برايم أو ماي CIB الحد الأدنى 10000 جنيه والعائد 4%، شريحة بلس من 100000 جنيه العائد 8%، شريحة ويلث من 250000 جنيه العائد 11%، شريحة اكسكلوسيف ويلث من 250000 جنيه والعائد 11.5%، شريحة برايفت من 1,000,000 جنيه العائد 12%. في كمان حساب تاني اسمه سيفرز من 20000 جنيه العائد الشهري 3% أو ربع سنوي 3.25%، من 50000 جنيه بلس العائد الشهري 4.25% أو ربع سنوي 4.50%. ويلث العائد 6.25% شهري أو 6.50% ربع سنوي. اكسكلوسيف ويلث العائد 6.75% شهري أو 7.25% ربع سنوي. برايفت العائد الأعلى 7.50% شهري أو 7.75% ربع سنوي. بعده بيجي حساب التوفير من بنك البركة، وده بعائد شهري معمول عشان يساعدك تحافظ على فلوسك وتكسب منها في نفس الوقت. وده بقى كله مميزات، كل ما رصيدك يزيد العائد اللي بتاخده عليه بيزيد. كمان تقدر تتابع حسابك وتتعامل عليه من النت بسهولة. وكمان البنك بيبعت لك كشف حساب كل 3 شهور عشان تبقى عارف كل حركة بتحصل. بس خلي بالك، عشان تفتحه لازم يكون الحد الأدنى لفتح الحساب 1000 جنيه، ويكون في أقل حاجة 5000 جنيه علشان تبدأ تتحسب الفوائد. الحساب ده بالجنيه المصري ومتاح للأفراد وبس، والبنك بيحسب العائد على أقل رصيد موجود في الشهر وبيضيفهم لك آخر الشهر. ونسب العائد بتبدأ من 13% للأرصدة من 5000 لحد أقل من 50000، و14% من 50000 لحد أقل من 500000، و15% من 500000 لحد أقل من مليون، و16% من مليون لحد أقل من 5 مليون، و17% من 5 مليون لحد أقل من 10 مليون، و18% من 10 مليون لحد أقل من 50 مليون، و18.5% لو رصيدك فوق ال 50 مليون جنيه. يعني ببساطة كل ما تزود فلوسك في الحساب كل ما تكسب أكتر. نيجي بقى لبنك نكست، وده بيقدم لك حساب توفير بلس الشهري، وده بعائد 14.5%، بس ده لو في رصيد في الحساب من 50000 ل 500000 جنيه. لا، ولسه العائد بيزيد وبيوصل ل 18.5% من 500000 ل 5 مليون جنيه. ولو رصيدك أكتر من 5 مليون العائد 19.5%، والعائد بيتصرف شهريا، والحد الأدنى لفتح الحساب 5000 جنيه. أما بقى المصرف المتحد فبيقدم لك أكتر من حساب إسلامي، زي حساب الصفوة الإسلامي بحد أدنى لاحتساب العائد 500000 جنيه وفايدة 18% سنوية و17.25% نص سنوية. كمان بنك قناة السويس عنده حساب اسمه ثروة، الحد الأدنى 5000 جنيه لاحتساب العائد 15% لحد 500000 جنيه، و17% لحد 10 مليون جنيه، و18% لو الحساب فوق ال 10 مليون جنيه. وفي حساب تاني يومي كاش بدون حد أدنى، العائد بيبدأ من 9% وبيوصل ل 17.5% حسب الرصيد. يعني باختصار كده، اللي عنده مدخرات وعايز عائد كويس وسيولة في نفس الوقت، حساب التوفير بقى حل ممتاز جدا.